عشان اروح لامك واديها كلمتين هي وعارف في جنابهم وهطلع منهم الفلوس. اتصرف انت احسن ما انا اتصرف. عيب، انت بتتكلم كده ازاي على ماما؟ يا ماما دي عيله صغيره ولا ايه اللي يطلع واديهم كلمتين في جنابهم؟ بنت الناس الفلوس دي لازماني النهارده نروح الشغل واجي بالليل الاقيها ما لقيتهاش تقعدي جنب امك ما تجيش تاني. ماما خلاص بخ طارت تاني معاها يا اختي، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فلوس تحضر حلوه دي. عارفه يا غدا؟ شوفي يا ماما بنتك. خلاص بقول لك ايه، مالكيش قعد معانا. ايه؟ روحي شوفي لك حتى اقعدي فيها. يعني ايه يا ماما؟ ايوه كده، القسوه بالقسوه. امال ايه؟ ازاي انت يا قاسيه ماما؟ على اختك، لازم اقسى عليكي. وانت فين حنيتك عليا لما عايزه ترميني في الشارع؟ يعني بعد ما سبت جوزي اللي كان صايرني وساترني وكل حاجه بيجيبها لي وعلشان خاطركم، انا سبته علشان خاطركم واشتريتكم انتوا وبعته هو، وفي الاخر تقولي لي مالكيش قاعده هنا ليه يا ده ما ماما؟ صدق انك سبتي له البيت، هو حتى عمل تليفون ليكي. ده لئيم وصفراوي. انت طول عمرك بتفرقي بيني وبينها. طلعي اللي جواكي. خلي بالك لديك رقيب وعتيد، ولما تنزلي القبر ما هي مش هتنفعك، عملك هو اللي هينفعك. يا ماما شفتي الغيره؟ شفتي الغيره اللي فيها يا ماما؟ قومي بت قومي بت، كلنا هنموت. قومي من وشي. انا قايمه خالص. طلعي الحقد، طلعي، تعالي نطلعها. قومي كاتك القرف في شكلك. ايوه ماما. عامله ايه يا حبيبتي؟ خطوه عزيزه. عامله ايه؟ وانا اقول الدنيا منوره ليه؟ يا اختي بيتي باصحاب البيت. عامله ايه يا عروستنا؟ ليه وحشانه؟ انتي اكتر، اتفضلوا. عامله ايه؟ خشي يا ماما بالشوز، خشي. حبيبتي الحمد لله، اتفضلوا. وحشاني يا غاده. انتي اكتر، عاش يا من بنت ما شافك. تساليش ليه؟ اعمل ايه بقى ماما؟ العيال بقى والدروس بدأت. معلش بس برضه حتى تليفون، ده انت بقالك مده ما اتكلمتيش. احنا الصيف اتخطف مننا، ما لحقتش اصيف ولا اروح هنا ولا اروح هنا. لسه بقول لماما والله احنا ما لحقناش ولا لحقنا ولا نعمله اي حاجه. وبعدين بدأنا بقى في الدروس وحاجة المدارس والكلام ده كله. واحنا كمان ملكومين في حاجه اختك. ربنا يعينك عشان خلاص قربت، وده احنا بقى هنعمل ايه؟ بندبر امورنا. حاجة غالية مولعة يا ماما. خالص ده احنا نزلنا لفينا لفه بس كده، اتفرجنا ما جبناش حاجه. تخيلي يا غدا حتى البطانيه عامله بال 2003 ولا 4 كمان. يا نهاري، ده على ايامي كانت اغلى بطانيه، كانت ب 500 600 جنيه. ده انا جوزتك وعملتك ما كلفتيش حاجه. هو انت كلفتيني حاجه؟ ده ما كان رخص. زمان بقى غير دلوقتي خالص. ربنا يعينك يا رب، يا عهد يا رب. ما احنا بقى ايه، جايين لكم متعشمين فيك خير. يا غاده. في ايه يا ماما؟ تزقي معانا زقه غاده. منين يا ماما؟ ما انت عارفه يا ماما، وانا ولا بشتغل ولا بعمل. حبيبتي انت مش كنتي قايله لي ان انت داخله جمعيه وهتقبضيها الشهر ده؟ ايوه دي بتاعت ماجد ده قبضها فعلا وشايلها جوه، بس دي فلوسه يا ماما مش فلوسي انا. والله لو فلوسي معزها عليكي يا عهد، انت عارفه. ما انا عارفه والله، بس برضو انت لو كلمتيه مش هيقول لك حاجه. لا ما اعرفش، ما افتكرش. ده شايلها عشان الشغل. بقول لك ايه، هو عمل الجمعيه دي منين؟ مش من تدبيرك انت للبيت؟ طبعا يا ماما. ايوه طب ما انا بوفر كل شهر حاجه عشان خاطر تعمل الجمعيه. ايوه يا بنتي، الله. بتاثر في بيتها عشان كده. والله. وحارمه نفسها، هي جابت لنفسها حاجه كله من دماغك ومن تخطيطك انت. البت نفسها هتموت على الجمبري والكابوريا. شفتي كانت بتحرم حتى عيالها يا ماما. وانت من امتى جبتي لبس من امتى؟ ده انت كل ما تجيلي هي نفس الطقم. خلاص بقى يا ماما، اعمل ايه بقى؟ ما طيب ما فيهاش حاجه بقى اما تاخدي الفلوس تديها لاختك. انت عارفه اللي هو تاجر كده، بيجيب حاجات، بيستورد حاجات على قده كده وهو بيبيعها غاده جوزك ده بخيل. لا والله ما بخيل يا عهد، والله مش بخيل. بس عيالك هم اللي هو يبقى ايه يا بنتي لسه دافعه اقساط المدرسه الجمعيه وقسط المدارس ومدارس والاعياد وهم مسؤوليه. لا بس انت برضه بصي، ادينا الفلوس بتاعت الجمعيه نفك بيها بس نفسنا، نجيب شويه حاجات، وان شاء الله انا هعمل جمعيه واقبضها اديها لكم. ماما بس هي مساله وقت، وهو مش هيحس بحاجه ولا هيعرف حاجه، وانت ما تحسسوش. هما كده متشالين. طيب هو كده ادهم لنا احنا نفك نفسنا بيهم، وعلى طول هنبدا بقى. اول ما ادخلها هعمل جمعيه، وانا اللي هلمها وانا اللي همسكها وهقبض الدور الاول. بس بالله عليك يا ماما تديها لي اول ما ايوه يا بنتي، يلا
احسن. بص انا مش هقول له عشان هو من النوع اللي بيعاير، يقعد يقول لي اهلك مش لاقيين أيوة يشاوروا اختك جدع، والكلام ده جدع. عشان برستيجي قدامه. ايوه جدع، وبعدين هو ماشي. مش هيحس بحاجه، هو كده كده شايلهم اصلا للزمن يعني. وكده كده ماما هترجعيهم يا ماما. طبعا يا بنتي هرجعهم لك، امال هاخدهم وما ارجعهمش؟ ايه يا غاده، دي اختك ولازم تزقي معاها. طيب كويس، هيجيبوا هيساعدوا شويه ويجيبوا حاجات. ده احنا عايزين لسه المراتب، وانت عارفه المراتب بقت غاليه دلوقتي، كل حاجه بقت غاليه. الله يكرمك يا غاده. طيب ربنا يكون في هتيجي امتى عونك يا حبيبتي ماما. وتجيبهم لنا ولا انا هتعملي هديهم إيه؟ لك دلوقتي. هتديهم لي دلوقتي؟ هديهم لك دلوقتي وهو في الشغل دلوقتي. الله بس يا يخليك ماما بالله يا عليكي تعملي الجمعيه خلاص، وترجعيهم، هي مساله وهم وقت كده يا كده غادة. متشالين. يا غادة مسألة وانا وقت. كمان هساعدها في الجمعيه. مساله وقت. خلاص مسألة طيب وقت. هقوم اجيبهم لك. حاضر. تعيشي. ايوه الحمد لله. حتى بصي هنحطهم على القرشين اللي معايا ونمشي امورنا. هنعمل ايه؟ بالظبط كده، وبعدين هو اصلا مش هيحس بحاجه يعني. ايوه وبعدين ايوه انا اختي يعني طول عمرها كانت بتدبر له وبتشيله من اصلك هنا اصل ومن هنا. اختك غاده دي طول عمرها طيبه وعلى نيتها، وبصي سايبه له السايب في السايب، هو اللي متحكم فيها وكلمته تمشي عليها من الالف للياء. انا نفسي تبطل الحكايه دي، نفسي انا اجمد قلبها شويه البت دي. ايوه فعلا. بس يلا بقى كله خير. يلا. المهم بس احنا ناخد الفلوس دي نشوف هنعمل بيها ايه عشان بصي يا ماما. ايوه أهو. حبيبتي. بصي الشنطه اهي فيها 30,000 جنيه. طيب ماشي. بقول لك ايه، هو بس هنا تجيبي سيره يا احسن غادة. بعدين هو وقعت ايه بلساني. يا احسن بعدين يجي ويشوف الشنطه معايا ولا حاجه يقابلني على السلم ولا صح. كده. انا هحطها بقى مكانها حطيها الشنطه. مكانها بقى، حطيها مكانها. طيب ماشي يا غاده بقى، نسيبك احنا حبيبتي ايه ماما؟ وخليكي بقى لا انتوا تتغدوا معايا النهارده. لا معلش عشان حبيبتي نلحق عشان بس نلحق نشوف الحاجة. نشوف الحاجه. انا ما كان- صدقت يا ماما تجيلي، ده انت خطوتك عزيزه عارفة يا ماما. ممكن نتاخر ساعه الحاجه تغلى. اه والله ليه يا انت ماما؟ بتقولي فيها. يلا هو انت خلي بالك بس اوعي تجيبي بلسانك يمين ولا شمال. لا بس بالله عليك يا ماما الجمعيه ماشي. تعمليها وتديها لي. ماشي، خليكي. هتعمليها امتى؟ نقول الشهر الجاي يعني ولا قد لا ايه؟ لما بس ادخلها الاول، هي قدامها شهرين. طب خلاص شهرين ثلاثه هو كده كده حاطط. تمام شهرين ماشي. والشهر الثالث ابدا الجمعيه وانا ربنا يكمل لك على خير يا رب يا حبيبتي يا رب. حبيبتي. والله انا لو بايدي عهد والله اديكي انا عينيا. عارفه كتر والله خيرك يعني. يا حتى غادة. معيش حتة- بس انا برضو عايزاكي كفاية اللي ايه انت تبقي ناشفه عملتيه ده. شويه مع جوزك. انا شايفاكي كده انك متطيه قوي. انا مش بعدين متضايقه ولا لنا حاجه، هو قاعدة. كويس. ما هو كويس معايا يا ماما. بعدين لنا قاعده. هو مش بيستخسر فيا حاجه والله، وكويس وابن حلال، واحنا الاتنين شايلين الدنيا مع بعض يعني. انت غلبانه يا ماما مش أنا فاهمه عارفة. حاجه. عارفه. معلش ابقي تعالي بقى ونقعد شويه مع بعضينا. خلاص حاضر يلا. ماشي. يلا. نورته. مع السلامه يا مع حبيبتي. السلامة، ربنا ماما، يخليكي. اتفضلي. يا رب اتفضلي. يحرمنا منك. ربنا يخليكي ليا، ربنا يكملك على خير يا عهدي يا رب. شوفوا مليون مره ما بشبعش منه. فيلم ايه دلوقتي؟ ايه ايه ماجد الاخبار؟ عامل ايه؟ سلام يا صاحبي، بحبه قوي عادل امام فوق دلوقتي بس من افلام دلوقتي. ايه؟ دلوقتي قدامي صفقه حلوه، في واحد اه. بيصفي المحل بتاعه وبايع البضاعه بتاعته بنص الثمن. بجد؟ بنص الثمن، صفقه نص حلوه قوي. التمن؟ اه كلموني عليها قلت اخلص فيها. طيب ايه؟ عايز فلوس الجمعيه قومي هاتيها بقى. ايه؟ فلوس الجمعيه. آه. ما انا عشان معيش سيوله، الفلوس كلها اصلا في بضاعه مجمدها انت عارفه. طب ما تسيبهم ماجد دلوقتي واستلف ما من ينفعش مامتك ياما، ومن انت عارفه باباك. البضاعه دي بكام؟ ده البضاعه دي هشتريها ب 100، هي اصلا عامله 250 مش انت قلت لي 300. الفلوس دي شايلينها كده للزمن، حد تعب حد. ما هو الزمن اهو، بقول لك بضاعه ب 100 هشتري اه. بدل 300 هجيبها ب 100 واخلص فيها اصلا في شهرين، اقل من شهرين هتخلص. افرض تعبت ماجد انا. قومي هاتي ولا- الفلوس، انا اضرب مصلحتي وانا عارف شغلي كويس. يا قومي ابني يلا. هقول لك انت، هقول لك بس ما تميل كده على مامتك على باباك. استلف مالك يا منه غاده وخلي في دول. ايه؟ استلف ليه من الناس وانا معايا فلوسي؟ الصراحه ماجد الفلوس مش جوه. ايه؟ الفلوس مش جوه. راحت فين؟ وديتيها فين؟ ماما استلفتها. ماما استلفتها؟ مم. من امتى ده؟ ازاي ماما تستلف حاجه من غير ما تقول لي؟ ايه يا غاده، دي فلوسي ولا فلوسك؟ اي نعم فلوسي إيه ده؟ وفلوسك واحد، بس دي برضو انت عارف دي فلوس البيت، ازاي تحكمي فيها من غير ما تقولي لي؟ مش يا ماجد، ما هي قالت لي هتعمل جمعيه وتردهم عشان عقد قربت وكده وانا مالي بعهد وانا مالي بامك؟ بقول لك دي فلوس شغل، انا عايز الفلوس دي دلوقتي. ما انت ما قلتليش ليه هي بتاعت شغل، انت قلت لي خليهم كده للزمن. وانا اقول لك ليه اصلا ان انت تحكمي في الفلوس دي ليه اصلا وتطلعيها ليه اصلا من غير ما يا ترجعي ماجد لي؟ ما فلوسك وفلوسي واحد، مش انا اللي، وبعدين انا اللي مدبره، وانا كنت بدفع الجمعيه من مصروف البيت من قوتش انا والعيال. قوتك بنتي والعيال؟ انت قوتي. اتهبلتي في دماغك ولا انت بجد انت بتقوليه ده ولا بتهزري؟ والله بجد. لا بقول لك ايه، الفلوس دي تحضر النهارده، لو ما حضرتش تروح تقعدي جنب امك. تحضر ايه يا عفريت؟ هحضرهولك، دي فلوس وتصرف زي ما وخلاص. صرفتيها تحضريها، ماليش دعوه بره عني. هعمل ايه يا ماجد؟ طب اجيبهم منين؟ ما هتعملي ايه ما تعمليش ايه، مش بتاعتي دي دي. بقالها شهر واخداهم. طب اتصرفي احسن ما اتصرف انا، عشان اروح لامك واديها كلمتين هي وعارف في جنابهم وهطلع منهم الفلوس،
اتصرف انت احسن ما انا اتصرف. عيب، انت بتتكلم كده ازاي على ماما؟ يا ماما دي عيله صغيره ولا ايه اللي يطلع وديهم كلمتين في يا جنابهم؟ بنت الناس، الفلوس دي انا لازماني النهارده نروح الشغل واجي بالليل الاقيها ما لقيتهاش، تقعدي جنب امك ما تجيش تاني. ماما خلاص طارت طارت تاني معاها يا اختي، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فلوس تحضر حلوه دي. ايه ده بقى؟ انت عندك فلوس يا ماجد تقولي تشيري معاها كده؟ بتقارني انا لحم ودم، بتقارني بشويه ورق؟ اخص عليك يا ماجد، ما كنتش افتكر انك كده، والله انا اروح لماما واشتكي منك. يا عهد ايه اللي ناقصنا لسه؟ بصي كده يا ماما، احنا جبنا البطاطين اه تمام وجبنا الصيني، اه. كده فاضل ايه بقى؟ خليكي معايا. بصي اللي جبناه علمي عليه، احنا كاتبين كل اللي كان ادي ناقصنا. البطاطين اهو، اه ودي الصيني. اه كده ناقص طقم التيفال يا ماما، مش تخليكي معايا؟ اه. بعدين وجبنا المراتب، جبنا المرتبه. المراتب صح. جبنا المرتبه. ماشي كده ناقص، انا ما جبتش الكاسات يا ماما، الكاسات لسه في حاجات في الصيني وفي كمان اللحفه، ما جبناش يا اللحفه. لهوي يا ماما، مش جبنا بطاطين وما تفكريني. جبناش اللحفه. طب وكده فاضل السجاجيد. اه. وناقص ايه تاني؟ بصي عامه هو لسه بقيه الفلوس اللي كنت اخداها من الغدا، مم. بقيت فلوس الجمعيه. مم. لان انت عارفه ان انا كان معايا فلوس اخدها من جمعيه خالتك، ايوه يا ماما. فحطيت دول على طول، بس انا ما كنتش قايله الغدا ان انا ايه داخله مع خالتك الجمعيه وقبضتها، الا ايه ده كده، ما كانتش اديت لك لان ما الفلوس كانتش بقى. هتديني الفلوس، فبرضه لسه في مبلغ جوه كويس. ماشي يعني، ما هي هينفع اختي لازم تصبر علينا، احنا مش في ظروف يعني. ايوه ولو ايوه هي مكاني أيوة. وانا كنت مقتدره انا كنت هسيبها، عمري ما كنت هسيبها طبعا. وبعدين هي زي ما انت شايفه كده طريه قوي مع جوزها، بيديها اه ويسكها على دماغها ما تعرفش ترد ابدا. ايوه، هي طول عمرها كده، بنت مش اه. ناشفه كده. لا لا. المهم فكري معايا ايه اللي ناقص تاني يا ماما؟ وناقص ايه تاني؟ اللي اسمها ايه دي اللي هي لسه المفرش اللي هو الاخير بيتعمل بقى، على المرتبه ده اسمه ايه؟ الكفر بتاع الكفرات. المرتبه. يا ماما في حاجات كده كتير ناقصه لسه بقى شويه ده مفارش، موال ده، يا رب شويه عيني عليه. شويه عايزين شويه مفارش سوري وتركي كده بالشغل اللي فيها الجميل ده، فصوص دي والحاجات اللي دي فيها بتبقى الفصوص تحفة. والحاجات دي كده، عايزين شويه من دول. طيب وعايزين ايه تاني؟ نجيب حاجات في الاجهزه، ايه اللي ناقصنا تاني؟ يا ماما الميكروويف. بقول لك ايه عهد ما تفتحهاش قوي كده. في يا ماما بقى، ما الحاجات تفتحهاش دي قوي وانا كده، مش زي اي عروسه. مش هنقدر على كل ده. ما انا زي اي مش زي هنقدر اي على كل ده. عروسه. وبعدين اختك لو عرفت ان انا لسه قابضه جمعيه من خالتك ومش هقدر اخش وهي جمعيه تعرف تاني منين كمان، مش يعني؟ هتعرف. بس هي قايله لي شرط، اما عهد تتجوز تدخلي تعملي جمعيه وتلميها تاخديها الاول ما وترجعي قالت لي لك لما الفلوس. تتجوز بقى يا ماما، وانا لسه اتجوزت؟ انا لسه ما اتجوزتش. ماشي زي بعضه. قومي إيه شوفي ده؟ بقى مين جاي لنا. قومي حطي الورقه دي على جنب، ربنا يعيننا على ايه ده غاده؟ يا غادة كويس ان انت جيتي عشان تقعدي تراجعي معايا الحاجه، تشوفي ايه اللي ناقصني دي تاني. باين على جايه معيطه ولا ايه ده مالك؟ إيه في يا ايه؟ اتعاركت مع مين؟ ليه في ايه؟ اتعاركت معاه، اتعارك عشان ايه النحس ده ضربك ولا ايه؟ لا ما ضربنيش وما وصلتش للضربات دي، كنت قطعت له ايدي. انت يا اختي بتقدري تقطعي ايد ولا تقطعي رجل؟ اهو لا لا، قلت لك في إيه انشافي بس؟ معاه، قلت لك انشافي معاه، ما فيش فايده فيك. بصراحة يا ماما أنا غلطانة يا ماما، جات له صفقة هيشتري بضاعة بنص التمن، واحد بيصفي المحل بتاعه، وأنت عارفة إن إحنا يعني موضوع البضاعة والسيولة ديت يعني على قدنا فيها وكده، ما صدقنا. المهم دي صفقة وجات له عايز الفلوس بقى، قلت له اللي هي معاكي، ما شوف عينك ما تشوف الا النور يا ماما، بهدلني وهزقني وشتمني، وكان شويه هيضربني ويقول له فلوس طارت، يقول لي تيري معاها. عشان انا قلت لك جوزها ده بخيل. شفتي؟ عشان انا قلت لك. شفتي الراجل؟ وقعدتي تقولي لا بصراحه مش بخيل، مش بيأثر هو معايا. اللي كان شايلهم للزمن. ايوه والله قلت له، قال لي ما هو دوت الزمن وانت لسه تصرفي فيهم، هم فلوسك، وقال لي لو ما جبتيش الفلوس دي انت مش هتقعدي على ذمتي. لا ده كده بيتحجج لك بقى. اقعدي، هو لو كده بيتحجج لك، ده بيتلكك لك. اقعدي، لقمتك مش هتخسرنا. ايوه اقعدي ربيه لما يلاقي ان لوحده في البيت كده يعرف امتى تيجي. وبعدين هو اصلا يلاقي زيك فين؟ بيقارني انا بشويه ورق، شويه الفلوس، بدل ما يقول لي فداكي فلوس الدنيا يا غدا، يقول لي لو الفلوس ما جاتش انت كمان وكمان بدل ما يقف جنبي وانا يعني مش زي اخته. بقول لك ايه، لو جه هقول له بقول لك ايه، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. ما كانتش تشيل اختها اخويا مش هتشيلك بعد كده. ايوه ماما. هو في ايه؟ وبعدين الفلوس دي شركه ما بينك وما بينه. ايوه يا ماما، وانا مش انا اللي تعبت وقعدت من قوتي. الكلام ده بقى انت ما قلتوش ليه؟ ما ردتيش عليه ليه؟ قلت له الراجل يا اختي برق لي كده بعينيه وانا خفت يا ماما. واحنا هنجيبهم لك منين؟ هو كل ده على ايه يعني؟ دي حته 30,000 يروح ولا جم. بصي كل اللي معلمين عليه ده كله جايبينه. فلوس ايه وبتاع ايه؟
سيبك ده؟ منه. يعني ايه يا ماما؟ يعني الفلوس مش موجوده؟ مالكيش دعوه انت بقى، موجوده ولا مش موجوده، انت اديتها لنا. ما احنا اخدينهم ليه يا لا، ما انا بنتي؟ جايه عشان اخدهم واديهم بقول لا لك انت هيطلقني. اقعدي مش حبيبتي، ما هيطلقك. احنا اخدينهم ليه؟ مش احنا ناقصنا الحاجات اقعدي، وكنا واقفين عليهم. اقعدي مش هيطلقك يا بنت، اقعدي، امتك هي اللي هتخسر. اقعدي يا ماما معايا. ما عدى شهر يا سيبي ماما. ربيه. طب العيال يا ماما؟ ربيه. خلي العيال يقرفوه خلي عشان العيال يعرف يقرفوه. قيمتك. يدوهم لاخته ولا لهم. اقعدي خلي بس قلبك ده جمديه شويه كده. اقعدي. كان يتصرف يستلف من اما امه انت ولا اشوف لك حاجه تاكليها، سيبك منه. لا روقي تشيلي جلابيه بقى، الجو حر. طب بقول لك ايه، قومي خشي الاوضه اللي جوه، تريحي دلوقتي اه وغيري هدومك، وانا هعمل لك لقمه تاكليها وكوبايه عصير كده تشربيها، وبالليل وهو بقى في النبطشيه بتاعته تروحي يا حبيبتي زي الشطره كده تجيبي دهبك وتيجي. الذهب؟ اه طبعا. شملوله. ما هتسيبهوله؟ اسمعي كلام امك. ده قد الفلوس اللي انت خدتيها 10 مرات، هيروح أيوة. يتصرف فيه. لا يتصرف يلا. ايه ذهب؟ ولا يتجوز يلا عليكي. يا لهوي. خايبه. قومي. لا يلا. لا يا ماما هروح. لا هروح دلوقتي. هتروحي دلوقتي؟ هروح دلوقتي. روحي في خلاص. حموتها كده. ايوه روحي في ما حماوتها. تيجي معايا عادل الاقيه بقى. انا اصل انا مش فاضيه لا، لا، دلوقتي. لا، لا، انا راجعه عشان حاجات، انا ما عروسه يا يتخانقش غاده. مع في أختك. ايه؟ عشان مش عايزين صدام ما بينه وما بين اختك. يلا روحي. جدع يا ماما، جدع ان انت قلت لها هتروح دلوقتي. ايوه تروح دلوقتي وتجيب دهبها بنت تقعد معايا. ايوه هي كده ايه، خليه حموتها يتفلق. كده احسن. خليه يتفلق. هو دلوقتي مهلول. انا اما ربيته بقى وعرفته بقى ازاي اللي يقول لها هروح لامك ابهدلها واروح لاختك جدع يا ابهدلها، ماما، جدع. انا هوري له بقى. هي بس لو تسمع كلامك والله العظيم تكسب. ماشي انا وانت والزمن طويل يا ماجد. انا اقوم بقى اعمل كوبايتين قهوه انا وانت عشان نفكر بقى نجيب بقيه الحاجه ايه. ما اتصلش بيك المعدول؟ ما اتصلش يا ماما ولا عبرني. زعلان بقى عايز الفلوس اهو، بقاله شهرين اهو ولا اتصل ولا عبرني. يا بنتي ده ما صدق. اه ده ما صدق. ده ما صدق. شكله كان عايز يا يخلص ماما مني. احمد دلوقتي معايا على التليفون وبيقول لي انت لسه ما نجزتوش ولسه ما جبناش الانتريه وخلاص فاضل وقت قصير خالص على الفرح واحنا ما عملناش حاجه لسه. ولا دفعنا نص القاعه اللي علينا. طب ماما حل معايا بقى الدوامه دي كلها، انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا كل حاجه فوق دماغي. ما تشتغلي كنت يا عهد وتدفعي مع ماما، مش كله على ماما يعني. انا اشتغل؟ هي اصلا ماما معوداني على كده يا غاده، انت ايه مزعله؟ يا غدا بقى الزمن غير الزمن، ودلوقتي ما بقاش في امان يا بنتي للنزول في الشغل. انت شفتي طب انت كنت بتشتغلي في محل محترم وبتاع، دلوقتي انت محل جالي شفتي الدوالي لحد هنا. اصحاب خلاص بقى المحلات يا دلوقتي غدا، هو انت روحي بتقولي هاتي عليا؟ حاجه من المخزن، هاتي حاجه من المخزن ويروح وراها، ما احناش ناقصين البلاوي دي يا غدا. ليه وهي صغيره دي لا عادي لا معلش، ما انا ما رضيتش اشغلها من زمان ومن وهي مالك صغيرة. كده يا غدا وانت ما بتخافيش على اختك خلينا ولا يا إيه؟ بنتي دلوقتي لا مش غدا في كله على المهم. ماما دي يا طب بدل ما ماما. تقومي تقفي معايا جوه ونشوف ايه اللي بصي ناقصنا خلينا ونخلص دلوقتي في حاجاتنا. المهم. هتعملي ايه وقفتي؟ هجيب لك بصي- فلوس؟ لا بصي تجيب لنا يا فلوس. ستي ده انت بصي تقفي يا معايا غادة. بالكلمه حتى بصي يا غادة. ساعديني. دلوقتي حبيبتي من خربت انت بيتي عارفه اهو ان احنا عشان حطينا كل اللي يعني. معانا في اللي جبناه. لا دلوقتي وحشوني. الحاجات اللي فضلانه دي ما فيش معانا فلوس، ما فيش غير حل واحد بقى، ان انت تبيعي لنا شويه الذهب دول نعم. وعشان نسطر اختك. عشان نجيب الانتر بقى ونتجوز بقى بصي لا طبعا يا ماما، عشان مش- تنسي الهم بتاعي ده هو خالص. في ايه يا ماما؟ مش كفايه يا ماما؟ انا خربت بيتي واديني قاعده جنبك اهو بقالي شهرين والتاني ما سالش فيا عشان خاطر الجمعيه. انا ما اعرفش الصراحه هو انا غلط ولا صح اللي انا عملته دوت. طب وبعدين فيها ايه يعني لما تدي الذهب دوت لاختك تفك نفسها؟ ايه لا ما انا يعني؟ فكيتها مره ماما. ليه؟ وبعدين انت انت قاعده معانا في البيت اهو، اكله شاربه نايمه، عايزه ايه تاني؟ فيها يا ماما؟ انت ناقص تقولي بيعي اعضائك عشان تجوزي اختك. هو فيها يا ماما وانت لاقياني في الشارع يا هو انت ماما؟ هو مش بتعملي معايا بنتك؟ خير وتندمي يا غدا؟ خير ايه بس يا عم؟ معاكي خير؟ ما عملت خلاص مره، هعمل خلاص كل مره انت بدل خير. دخلتي البيت طيب ما انت في ايدك اهو كل حاجه. لا انت في إيدك بتاعكوا كل ازاي حاجة. يعني؟ ده شقايه. انا من وانا صغيره قد كده وانا بشتغل متمرمطه من المحل ده للمحل دوت، وده الصراحه ده اماني، وادينا اهو بقيت ولا راجل ولا نيله يصرف عليا. يعني انت تبقى قاعده شوفي كده لك حل متشخلعه بقى. ولابسه الدهب من هنا لهنا، اختك مفقفه مليم. ولا متشخلعه ولا مش متشخلعه، انا هشيلهم. تستخسري فيا يا غدا؟ شوفي يا ماما بنتك. خلاص بقول لك ايه، مالكيش قعد معانا، ايه روحي شوفي لك حته اقعدي فيها. يعني ايه يا ماما؟ ايوه كده القسوه بالقسوه، امال ايه؟ انت ازاي يا قاسيه ماما؟ على اختك لازم اقسى عليكي. وانت فين حنيتك عليا لما عايزه ترميني في الشارع؟ يعني بعد ما سبت جوزي اللي كان صايني وساترني وكل حاجه بيجيبها لي وعلشان خاطركم، انا سبته علشان خاطركم واشتريتكم انتوا وبعته هو، وفي الاخر تقولي لي مالكيش قاعده هنا ليه يا ده ما ماما؟ صدق انك سبتي له البيت، هو حتى عمل تليفون ليكي، ده لاقيه مصفراوي،
انت قاعده اخده بالكلام الحلو بتاعه اللي كان ايوه بيقوله انتي لك. معميه يا انت غاده. عبيطه ومعميه. انا خربت بيته، انا الفلوس ديت كانت هتعمل بيت، انا خربت يعني بيتي خلاص ال عشان 30,000 اعمر بيتك. هم 30,000 وفي الآخر تقولي دول خلاص كانوا هيوقفوا له ما بيته احنا مش يعني. عايزه تدي الذهب لاختك. طب ما تديها انت يا ماما الدهب اللي انت لابساه لا ده. هي عملت اقتنعت معايا إيه كل غير حاجه، دول؟ كل حاجه عملتها ما معايا. حلتش غير الخاتم والدبله. كل اللي ما حلتش حيلتها حاجة. اديتهولي. لا مش هقدر يا ماما، معلش انا اسفه. الدهب دوت اماني، دوت ده اللي طلعت بيه من الدنيا. اديكي اهو عيالي رميتهم وجوزي سابني شفتي؟ واديني قاعده هنا، بتفكر حتى الحيطان شفتي بس بقى مستخسرها فيا. هتفضل تعاير فينا. بتفكر في هتفضل نفسها تعاير وبس. فينا العمر كله دي غدا وانا عارفاها. بس هتفضل أنا تعاير فينا. انت يا طول رب عمرك قدرني كده، واسد لها الدين ده طول يا رب. عمرك كده يا بقولك ماما. ايه، قومي من انا طول عمري قومي من وشي بتضحي وما بيا علشان تعصبنيش. خاطر عهد. قومي انت من طول وشي. عمرك بتفرقي بيني وبينها. طلعي اللي جواكي. خلي طلعي. بالك لديك رقيب وعديد، ولما تنزلي القبر هي مش هتنفعك، عملك هو اللي هينفعك. يا انت ماما بتبصري شفتي عليا الغيره؟ بت. شفتي الغيره اللي فيها يا ماما؟ قومي بت، قومي بت. كلنا هنموت وكلنا هنموت. قومي من وشي. انا قايمه خالص. طلعي الحقد، طلعي تعالي كان قومي طلعي كاتك من كده. القرف في شكلك. شفتي يا ماما الحقد اللي فيها من ناحيتي؟ بصي ايه ده ايه ده؟ بصي كانت شايله في جواها ايه كل ده وانا ما اعرفش. البت دي ما عادلهاش امان. خلاص دي ما عادلهاش امان. طب هي تعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ هي فعلا والله ما أنا هتمشي؟ عارفة هتعمل طب تجيب إيه. الدهب قبل ما تمشي. بس والله ما متهنيه بيه بقى على قله ادبها دي. هعمل معاها ايه؟ هقوم اموتها اقتلها واخد منها الدهب يا عم. مش عارفه يا ماما بصراحه دي طلعت فظيعه. بصي كلامها كان عامل ازاي وعماله تزعق لك وتبجح فيك ازاي. ودخلت وقفلت عليها الاوضه. نامت ولا ايه؟ مش عارفه. اكيد نامت. بقول لك ايه يا ماما، ايه ايه رايك وهي نايمه كده نخش عليها وتفضلي انت تسلتي الذهب من ايديها واحده واحده وهي نايمه مش حاسه، وبكده يبقى احنا خدناه. بس انا خايفه يا بنتي وانا بنسحب الجوايش كده تصحى. الجوايش دي عايزه شغلانه. ما انت بقى ماما بقى بطريقتك انت بالراحه كده واحده واحده انت تعرفي ايه تطلعوه من ايديها. معاها بس كده. معاها البتاع اللي زي السلسله دي لفها على ايدها. طب دي دي بقى ممكن دي نخلعها دي افتحيها آه. وفضلي لفي فيه وطلعيه. اه بس كده وهي تقوم تلاقي نفسها محطوطه قدام الامر الواقع. عاجبها تكمل على الوضع ده، عاجبها مش عاجبها تاخد بعضها وتمشي، ويبقى احنا في الاخر اللي كسبانين وخدنا الدهب. مش خلاص عايز ترجع لجوزها ساعتها ترجع بقى، بس هو مش هيرجعها. هي حره بقى هتجيله ملناش من غير دعوة. فلوس ومن غير دهب وهيقول لها احنا اهلا وسهلا اتكلمنا يا معاها حبيبتي. بالذوق وبالادب، مش مقدره حاجه ولا عايزه تقف جنب اختها. هو انا يعني لو كان في ايدي هي حاجه وهي البت دي مكاني طول كنت عمرها هعمل كده. البت دي طول عمرها كده انانيه قوي. قوي دي ندمت ان هي ادتنا الفلوس. هو في ايه يعني؟ وبعدين مش هي تتكلم معاه وتقول له ده اختي ومش اختي واصبر عليها؟ لا دي مش هتتكلم معاه خالص، وفي الاخر تقول لك اصل انا انتوا خربتوا عليا، انتوا عملتوا لي مشاكل. طب بقول لك ايه، هو ما ينفعش البتاع دوت المنوم اللي انا باخده عشان رجليا ده نحط لها منه حبايه في عصير ولا حاجه؟ بس هيبقى عادي ده ولا يا اما افضل منيمها على طول ولا يحصل لها حاجه؟ هنحط لها المنوم ده في العصير ومش هتحس. خلاص يا ماما اللي انت شايفاه، بس قومي انت اعملي الموضوع ده ماشي. عشان انا ممكن ارتبك ولا حاجه هي بنت وتحس شكلها بيا. خلاص اتطبعت بطبع جوزها وبقت غبيه زيه. ايوه صح يا ماما عندك حق. هقوم انا اطلع حبايه وابقى احطها لها في العصير. اول ما تقوم هقول لها معلش يا غدا ما تزعليش، حقك عليا يا حبيبتي، انا غلطت فيكي، خدي كوبايه العصير. ايوه. بقى كده يا ماما بقى عايزه تحطي لي منوم؟ ايه شغل الافلام العربي القديمه ده؟ تحطي لي منوم عشان تسرقي دهبي؟ تسرقي دهب بنتك؟ اخص عليك يا ماما، معقول انت امي وانت اختي؟ طيب اعمل ايه يا رب؟ انا خربت بيتي وجوزي ما كلمنيش ولا اي حاجه، وقال لي يا تجيبي الفلوس يا اما ما تجيش البيت. من كمان سمعت كمان خدت جمعيه ومستخسره ترجع لي الفلوس. لا انا ما يضحكش عليا، انا هاخد الفلوس فلوس وحق وراجع له، دي ما تعتبرش سرقه، وراح اوديها له. هي بتشيلي الفلوس هنا دايما. بص شايلاهم فين يا ماما؟ بقى كل دي فلوس يا ماما؟ والله مالك يا ماجد حلال، حقك وراجع لك. ايه ده؟ مين مولع النور كده؟ درجات ولا ايه؟ الحمد لله على السلامة. اخيرا افتكرت ان ليكي بيت وجوز بس وعيال. يعني انت كنت سألت عليا يا ماجد يعني انت اللي كنت بتسألي ولا انت عملتي ده شوية يا غدا؟ انا غلطانه يا ماجد، انا عارفه ان انا غلطانه ومكانش لازم ان انا اعمل كده، وفلوسك اهي.
ومن أنا- امتى ده وايه اللي حصل عشان رجعت لك. يفوقك؟ خلاص بقى، اللي حصل حصل، ما حصلش حاجه. غير انت عارفه انا ما بتكلمش على فلوس، انا فداك الدنيا كلها. انت عارفه ان واضح. الفلوس دي والحاجات دي لينا ولعيالنا ومستقبلنا. انا عمري ما اتكلمت معاكي في فلوس، فداكي كل حاجه، انت عارفه الكلام ده. بس اللي ضايقني الحركه اللي انت عملتيها، حركه ايه؟ انك تاخدي الفلوس وتروحي تديها لاهلك من غير ما تستاذنيني. لو اهلك كانوا عايزين حاجه كان ممكن ترجعي لي، كان ممكن نقف جنبهم، بس نعرف نظبط حياتنا ونقسم حياتنا ازاي. انا عامل حساب ان الفلوس دي رايحه حاجه معينه، كان ممكن اتصرف من حته تانية انا نساعدهم. انا اسفه، انا كده عارفه ان انا غلطانه، عشان كده جبت لك الفلوس اهي. يعني ينفع مثلا ماما اروح اخد عملت حاجه من الجمعية حاجتك واروح اديها لاهلي؟ مش هتزعلي؟ لا طبعا هزعل، ماما عملت الجمعيه اهي وردت لك الفلوس، وبرضه عهد زيها زي اختك ووقفت جنبها. بعد ويا ايه بقى؟ بخت اللي يستر مسلم يعني. ماشي، ربنا يبارك لها كده ويهنيها يا رب. بس بعد ايه؟ البضاعه راحت اصلا، واسمه ده الراجل اللي جنبي اخدهم كلهم. بس الحمد لله ربنا بص، شافها. ما حدش بياخد رزق حد. مش من نصيبي. مش من نصيبك، واللي متشلك في السما اكتر بكتير. اهم حاجه تفوقي بس وتركزي مع بيتك انا وعيالك. فقت وتبت وصمت وصليت وعرفت اللي انا عملته دوت غلط. انت مش كده تاني. مش هعمل، اوعدك عمري ما هعمل حاجه تزعلك، ولا اخد حاجه من وراك، ولا اعمل اي حاجه من الحاجات دي تاني. ونصيحه لكل زوج وزوجه، اسراركم جوه بيتكم انتوا الاتنين بس، حياتكم كل حاجه انتوا بتعملوها تحافظوا عليها، ما حدش يعرف عنها اي حاجه. وما ينفعش الزوجه تتصرف من غير علم زوجها باي حاجه في البيت. صح ولا مش صح؟ وبرضه هو ما يعملش حاجه من غير علم مراته. صح ولا مش صح؟ صح. سين تعليقاتكم بقى. يلا باي باي باي. باي.